الاهلي بيعمل ريمونتادا وبيفوز على الزمالك 2-1 بعد نزول الشحات نجم المباراة الاول. هو اللي عمل كل حاجة، هو اللي جاب الجون الاول، هو اللي عمل ضربة الجزاء. نجم المباراة النهاردة حسين الشحات، مباراة حسين الشحات نزل غير المباراة، كهرب المباراة لما نزل وكان في كذا كورة تانية كان ممكن نجيب فيها جوان. وفي كورة الأخيرة بتاعت عمر كمان معرفش ضيعها ازاي. وديانج كان وهي ماتش بدلاء بصراحة. لعيبة الأهلي في الشوط التاني استحواذ كام. لعيبة الزمالك بعد ما دخل فيهم الجون الأول تحس إنه ارتبكوا مش شايفين، معرفش لعيبة الزمالك راحت فين وفين النجوم بتاعتهم. مفيش، ما كانهم مجوش في الشوط التاني. كهربا غريبة، ما بقوش موجودين. والاهلي بيفوز ب2-1 مقابل لا شيء. جاب الاهداف الاهلي حسين الشحات من اسيست من محمد شريف، والجون التاني من ضربة جزاء لتريزيجيه. اما الزمالك جاب الجون من ضربة جزاء بحسام عبد الجيد بعد ما كانت اتصدت الاول من عبد الله السعيد، والحكم رجع تاني رجع تاني ان هو يلعبوها تاني. معرفش عشان لاعب دخل من عندنا ولا الشناوي طلع من المرمى شوية، ما نعرفش بقى الحكم حسبها ليه تاني. رجعها تاني تتلعب. ما نعرفش الحكم كان في الشوط الاول ماله، بس الحمد لله الاهلي بيفوز وبيصعد للمركز الثالث في الدوري. فرق بينه وبين الزمالك نقطتين. والزمالك سابقنا بماتش. يعني الاهلي لو اصلا كسب الماتش اللي هو الفرق من الزمالك هيجيب الزمالك. بس الفريق الوحيد اللي ممكن يطلع علينا وعلى الزمالك هو بيراميدز لو كسب مبارياته. وفي برضه بيراميدز لسه عنده ماتش مع الزمالك، فنشوف ايه اللي هيحصل في الدوري الغريب السنه دي. دوري مشتعل بين الثلاث فرق، الاهلي الزمالك اهلي الزمالك بيراميدز، وكمان المصري من بعيد شويه. بس هنشوف ايه اللي هيحصل في الدوري المشتعل ده. ومبروك للاهلي ومبروك لجمهوره، وهارد لك للزمالك. مش مهم، يلا سلام.